القناص ده بيلاحظ ان زميله بدأ يلم كل المتفجرات اللي موجودة وبيحملها على العربية، فبيفهم في الوقت ده انه خاين وعاوز يوديها للعدو. لكن فجأة بيلاحظ ان هو بدأ يجيب جردل من البنزين وبيطلقه على كل المتفجرات، وكمان بيجيب شعر ابيض وبيركبه على العربية. فبيجي في بال القناص ان هو لازم يخلص عليه قبل ما يودي الموارد دي للاعداء. لكن في الوقت ده بيفهم ان هو رايح يضحي بحياته علشان يفجر العربية دي فيهم، وفورا بينزل وبيجري وبيركب العربية اللي مليانة بالمتفجرات. وبيستمر الموضوع على كده، وبيستمر الجندي يسوق بسرعه كبيره لحد لما بيعدوا من قدام الجنود زمايلهم، واللي لما بيشوفوهم بيفكروا ان هم جنود من الاعداء ولسه هيضربوا عليهم. لكن جندي من الجنود بيستخدم المنظار علشان يشوف مين اللي موجود في العربيه، وفعلا بيلاقيه جندي زميلهم موجود في العربيه. وبعد شويه الاعداء بيشوفوهم مقربين منهم وبيأمروا الجنود انهم لازم يوقفوا العربيه دي باي طريقه. وهنا الجندي بيحاول ان هو يتفادى الرصاص وما يجيش فيه، ولحسن الحظ ان الرصاص ما بيجيش فيه ولا بيقتلوه. الجنود بتتجمع حواليه، فبينزل ورافع الشعار الابيض وبيقول لهم ان هو قرر يستسلم وان هو عاوز ينضم ليهم لان العداله هتكون عندهم. لكن قائد الاعداء ما بيصدقوش وبيقرر ان هو يقتله، فبيحاول الجندي يقنعه باي طريقه، لكن بيقرر ان هو يقتله. لكن بيطلب طلب اخير قبل ما يموت ان هو يولع سيجاره، وهنا القائد بيبدا ان هو يوافق على الطلب بتاعه. لكن بعد شويه بيطلع القناص من العربيه وبيطلع القناصه وبيقتل قائد الاعداء، وده بالنسبه لهم انتصار. لكن هنا بيبص لزميله وبيعرف ان هو ما سابوش يموت لوحده، والجنود بيبداوا ان هم يقتلوا زميله قدام عينيه، وكمان بيضربوا الجندي ده. لكن قبل ما يموت بيرموا السيجاره في العربيه وبيفجر كل جنود الاعداء، لكن بيموتوا هما الاتنين.